ومما يلبسون به على بسطاء المسلمين أنهم يقولون لهم: نحن لا نعبد هذه القبور ولا تلك الأضرحة، ولكن نحن أصحاب ذنوب ومعاصي، وهؤلاء هم أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنحن نذهب إليهم ليقربونا إلى الله عز وجل. نقول لهم: وهذا هو نفس كلام المشركين الأوائل تماما، وهذه هي نفس الحجة تماما. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا هو نفس المنطق ونفس الحجة. قال لك: لا، احنا بنتخذهم شفعاء ووسائط لنا عند الله. مش انت لما يكون لك مشكلة عند مسؤول ولا محافظ ولا مدير ولا وزير بتأخذ أحد الناس واسطة له حتى تقضى المصلحة لك؟ نعم، قالوا كذلك نحن نأخذ هؤلاء شفعاء ووسطاء لنا عند الله عز وجل. نقول لهم: وهذا هو نفس كلام المشركين حينما قال الله عز وجل عنهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن هي نفس المقالة ونفس الحجة تماما. واعلم يا أخي أن الشفاعة ملك لله رب العالمين. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. فالشفاعة عند الله مقبولة ومردودة. قال تعالى: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وهي أن تطلب من غير الله شيء لا يقدر عليه إلا رب العالمين، كأن تقول له: اشفني، اعطني، ارزقني، فهذه مردودة. وشفاعة مقبولة، فالشافع يكون مكرم بهذه الشفاعة من قبل رب العالمين. فهل علمت أن صاحب هذا القبر مكرم بالشفاعة من رب العالمين؟ ثانيا: أذن الله له أن يشفع، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ثالثا: الرضا عن المشفوع قولا وعملا، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه.